الحكايات. اسمعوا شوفوا كل حكاية من الحكايات. غلطة وحصلت وبتتكرر من عنايات. غلطة وحصلت وبتتكرر من عنايات. أنا ما غلطتش. أنا مظلومة. نفسي أدش أنا نفسي أدش دماغها بشومة. إيه اللي أنا قلته؟ إيه اللي عملته؟ أنا كان قصدي الخير مش أكتر. يا جبايرك يا عمايلك، يوم ورا يوم مشاكلنا بتكتر. طب أنا راضية بحكم الناس، بس يا ريت تحكي بإخلاص. اسمعوا شوفوا كل حكاية من الحكايات. اسمعوا شوفوا كل حكاية من الحكايات. غلطة وحصلت وبتتكرر من عنايات. غلطة وحصلت وبتتكرر من عنايات. أنا مظلومة. نفسي أدش دماغها بشومة. خدي. استنى، ايه اللي بتخبط؟ ايه ما عندكمش صبر يا اختي؟ خبطه كده. يعني بتخبط. استنى. الله يا اختي، هو ايه ده؟ قطيعة. استنى. ايه ساعة قبل ما افتح الباب؟ ايه تعالى هنا. رايح فين؟ انت مش معاك مفتاح؟ انت اسمع حضرتك، مش معاك مفتاح؟ ايه يا عنان؟ ايه الشغالة الغريبة اللي انت جايباها دي؟ ايه ده؟ ايه اللي شغالة دي؟ انا شغالة يا خرابي، انت عنايات مراتي؟ لا شباب، سلامة الشوف. وايه اللي لابساه ده؟ ايه لبس الشغل؟ بسيق الفسح. تلبسي كده؟ انت بتنضفي تحت بهارم؟ ده لبس تلبسيه ده برضه؟ الله، ما هلبس لك ايه؟ هلبسك على الموضه وانا بسيق الفسحه؟ اما امرك عجيب قوي يا بنت الناس، ما يصحش ده منظر برضه، وانت توافق انك تقابليني بيه؟ يا سلام، هقابلك ازاي يعني؟ هجيب لك بقى فرقه حسب الله والبس فستان الزفاف ويزفوني يقولوا طالعه السلالم يا ما شاء الله عليها. اما انت راجل عجيب صحيح. انا اللي عجيب والله. الواحد يخطى عليك وعلى جمال امك. حاسب هنا هتلبخ. خدي بالك، انت دلوقتي اللي بتلبخي. بيهزر معايا. جاتك ايه يا بركات؟ يوه، مش هنخلص النهارده في الرزع والخبط ده؟ الله، مش هنعرف نشتغل النهارده ولا ايه؟ لا يستحسن بقى اجيب كرسي واقعد جنب الباب. ما هو سابين ام عباس اللي بتخبط. الله، مش هنخلص النهارده يا اختي. بس هو انت ما بتفتحوش على طول ليه؟ يا اخويا اجري، انا ناقصاك انت كمان. حازم ما تلبخش، الفسحه لسه مسيقاها ولسه ما كملتهاش. تعالى هنا. انت ايه اللي اخرك؟ هو حضرتك لازم تعرفي ان جارة المدرسة مش فايقة انا شخصيا. وبعدين ايه الهدوم اللي حضرتك لابساها دي؟ الله، وانت مالك انت يا ولا؟ انا مش ناقصاك. خش يلا جوه، خش. ايه ده؟ استنى هنا. الله، انا اشوف رجليك، انت هتتبخ كده. ماما خلي بالك، حضرتك اللي هتلبخي دلوقتي. هي عدوى؟ من شابه اباه فما ظلم. الله، طب انا يعني البس لهم ايه عشان يعجبهم؟ البس مايوه؟ والله فكره. بركات اصحى بقى، اصحى، المغرب قرب جدا. والله. بص بقى يا بركات. ايه؟ انا بعد بقى ما خلصت شغل البيت وقلعت بقى الهدوم الوحشه اللي ما كانتش عاجباك ولبست الحاجات دي. ايوه كده. ما تزعليش مني يا نهاية اذا كنت بقول لك ملحوظات ولا كده. النظافه من الايمان يا حبيبتي. طبعا. ايه ده؟ زي ما يكون كده في ريحه جاز. ما هو انا بقى اسكت. بعد ما جبت استحميت حمايه بقى ليا وللزمن.
ورحت حاطه جاز. حاطه جاز فين؟ شعر. في بني ادمه محترمه تحط جاز في شعرها؟ عشان السباق. تقوم تحط جاز؟ انا ما لقيتش توكسافين. وتوكسافين كمان؟ ليه؟ شعرك فيه ايه؟ دوده من بتاعه القطن. يا ناس بتستخدم لشعرها مبيد للحشرات. ما اسمها نهايات على نفس الوزن. والله ده حرام حرام حرام. ايوه يا استاذ بركات، كنت قلت لي انك عايز تتكلم معايا في موضوع خير ان شاء الله. ان شاء الله خير يا نسا امل. انا كنت عشمان يعني بدون احراج بدون زعل، يعني يا ريت تقبلي حضرتك وتقبلي مني الهديه المتواضعه دي. هديه؟ هديه ايه؟ دي ازازه برفان. ايوه ما انا عارفه ان هي ازازه برفان، لكن ايه المناسبه؟ اصل انا كنت جايب الازازه بتاعت الريحه دي لمراتي عنايات، وبعدين ما عجبتهاش فقلت تهديني بيها. ايوه يا نسا امل، بس انا ما كنتش اعرف انك قليل الذوق للدرجه دي. الله الله يا نسا امل، ما تزعليش كده وافهميني. افهم ايه؟ انت جايبني هنا عشان تهزقني؟ هزقك؟ استني بس، ده انا كنت عايز اتجوزك على سنه الله ورسوله. اقول لك روحي، انت اللي خسرانه، مالكيش نصيب في الطيب. يعني انتوا يا ماما محوشين كل المشاكل لغايه لما اجي انا؟ يا ابني هو احنا لينا مين دلوقتي غير ربنا وانت؟ ايوه بس انا اعمل ايه؟ بركات عايز يتجوز على عنايات، انا في ايديا ايه اعمله؟ هي تستاهل يتجوز عليها 4، بس اعمل معروف، اتصرف يا ابني قبل المصيبه دي ما تحصل. بيني وبينك بنتك هي اللي غلطانه، في واحده في الدنيا تحط في شعرها جاز؟ جاز؟ انا مش عارفه البت دي بتجيب الجاز منين. يا ماما الجاز ده بيحطوه في ارضيات الحمامات عشان الصراصير. تكونش عنايات في شعرها صراصير؟ برضه هتمشي يا ماما؟ أبويا الأستاذ أعمل إيه؟ إذا كان أبوك هيتجوز عليا أنا مليش لازمة. إذا كان بابا هيتجوز عليكي طب احنا ذنبنا ايه؟ عمر انت كبرت دلوقتي حبيبي وبقيت راجل دلوقتي واعتمد عليه في الظروف اللي احنا فيها دي. عايزك تخلي بالك من نفسك، تخلي بالك من اختك، وتخلي بالك من مذاكرتك ومذاكرة اختك، وخليك حنين عليها اوعى تضربها. طب نذاكر ازاي وانت سايبه البيت؟ طب انا ما عنديش مانع تروحي تقعدي عند تيتا يومين، انا بحل المشكله مع بابا، بس انت كمان لازم تساعديني. مش قادرة. بس بقى كفايه هرش. كلام عليك يا عادل كده، انت كده قربتها يا اخي. طب قولوا لي بس، قولوا لي انتوا عاوزيني اعمل ايه بالظبط؟ اعملي ايه؟ اعملي اي حاجه يا عنايات، لازم تشيكي، لازم تغير من مظهرك، تهتم بنفسك شويه. جوزك لما بيرجع من الشغل بيبقى تعبان، بيبقى قرفان، في مشاكل في الشغل، في زحمه مواصلات، في حر، في حاجات كتير. لازم يرجع يلاقي مراته شيك متهندمه تنسيه همومه ومتاعبه. ماما حك لينا اقعد عدله. يعني اعمل ايه؟ يعني اعمل له ايه؟ اراجوز؟ طب انا مثلا يعني لو انا غيرت من نفسي شويه هيطلع مني حاجه؟ يمكن يا بنتي، كل شيء جايز. بصراحه بقى هيطلع منك ست. يا سلام يا سعادة، يعني انا راجل يا ست ماما؟ يا بنتي اسمعي الكلام وافهميه، البسي كده، اتشيكي، اعملي له شعر الكنيش، اي تسريحه حلوه عشان عمره ما يفكر في واحده تانية، ولا تيجي فكره الجواز دي في دماغه. ولا كانتش فكره الجواز هتخطر على باله من اصله. هو اللي بيتجوز مره هيعملها تاني في الايام ديت؟ ما تقعدش كده حاطط ايدك على خدك. امال يعني عايزني اعمل ايه؟ احط ايدي على خدك انت؟ لا يا بابا، تروح صالح ماما وتجيبها وتيجي. ايه؟ تروح صالح ماما وتجيبها وتيجي. ما ينفعش يا تفيدة يا بنتي، خلاص ما عادش ينفع. لا لازم ينفع، طالما احنا موجودين في حياتكم يبقى لازم ينفع.
والا بقى ما كنتوش خلفتونا من الاول. تصدق ياض ان انت صاحب منطق؟ عيل قد كده ودماغك قد كده اهو. يعني يا تفهمي انا بحبك وهفضل احبك العمر كله، بس انت بتعملي تصرفات تغيظ تخليني غصب عني ابعد عنك. يا اخويا انت اللي بتبعد لوحدك. ابعد لوحدي؟ بتحط جاز في شعرك ليه؟ انت متجوزه لتر. بصراحه عنده حق، اي حد يشم ريحه الجاز لازم يبعد. يا سلام سلام يا اخويا سلام. اشمعنى مركز هو قوي على الجاز؟ ليه ما قالش على الخل؟ لو انت بتحطي خل عشان يطير. يطير؟ يا عنايات ممكن اي واحده تحافظ على بيتها وعلى جوزها من غير ما عادل يا بنت اخوكي ما يقصدش. خلي ايه اللي بتحطيه في شعرك؟ انت بتعملي سلطه. اخوك عايز مصلحتك، والمصلحه بتقول لا جاز ولا خل في البيت. طيب ما دام بقى ابعد عن الجاز والخل يبقى لازم يكون في بديل. في كل حاجه، في ريحان، في شامبوهات، في كريمات، وكل ده علشان خاطر انا. طب فين بقى ازازه البرفان؟ اتفضلي يا ست، ازازه البرفان اهي، بس انا خايف اديها لك لا تفضيها وتمليها جاز. عليك بقى يا بركات. طب عن اذنكم بقى. على فين؟ رايحه الكوافير. رايح كوافير اعمل شعر عشان عندي ديفيلي بعد كده. من غير ما تعترفي؟ نسيت يا بركات، انا كنت هنسى خالص. عن اذنكم بقى عشان اروح اعترف. انا اسفه، انا عايزه اقول ان انا غلطت حقيقي. انا اسفه، انا بعترف. يعني تغلطي وتعترفي عنايات والضحيه في الاخر انا جوزك بركات. صح. انا بعترف ان انا غلطانه وهاخد بالي من دلوقتي. يعني عرفت ايه؟ يعني عرفت ايه؟ يعني عرفت انك غلطانه. طب ان شاء الله تكوني فهمت